نظن قاع سمعنا بالضجة اللي صارت حول تخصص الطب في الجزائر، وين تم قبول عدد كبير من الطلبة في السنة الأولى بحجة ديمقراطية الطب. بزاف ناس ضحكوا على هذا المصطلح البيروقراطي، بصح اليوم رانا رايحين نهضروا عليه ونشوفوا علاه هاد الاستراتيجية ماشي ناجحة وما تقدرش تحل المشكل تاع الطب في الجزائر. أولا نبداو بمصطلح الديمقراطة. هدايا مصطلح يعني صراحة بيروقراطي بزاف، ولكن المقصود منه هو تسهيل الولوج لتخصص الطب بالنسبة للطلبة تاع المناطق الداخلية والمهمشة، أو بمصطلح آخر مناطق الظل. وهذه واحدة من السياسات اللي تبعتها الجزائر باش تحل المشكل تاع نقص الأطباء في المناطق الداخلية. من بين الحلول اللي جربناها هي مثلا تحفيزات على شكل تخفيضات ضريبية بالنسبة للأطباء اللي يفتحوا عياداتهم في المناطق الداخلية، كذلك رفع الأجور بالنسبة للأطباء اللي يخدموا في هذه المناطق. وهذه السياسات فشلت في استقطاب الأطباء نحو المناطق الداخلية. علاش؟ على خاطرش المشكل ما راهوش مشكل تاع دراهم، المشكل هو مشكل تاع تفاوت في التنمية ما بين المدن الداخلية والمدن الكبيرة. يعني الطبيب يفضل يعيش بالأجرة تاع 5 ملايين في مدينة كبيرة وما يعيش في مدينة صغيرة أو داخلية بالأجرة تاع 10 ملايين. وباش نمدو مثال، يعني حتى الطلبة اللي جابوا الباك ديالهم في المناطق الداخلية بمعدلات مرتفعة وراحوا يقراوا الطب في الشمال، نهار يكملوا قرايتهم ونهار حتى يتخصصوا يريحوا في الشمال وما يرجعوش للجنوب. علاش؟ على خاطر شافوا هذا التفاوت في التنمية، وشافوا باللي المدن الكبيرة فيها فرص كبيرة للإنسان باش يطور نفسه، وباللي هما كي كانوا عايشين في المناطق الداخلية هذا أثر عليهم وضيعوا بزاف فرص ذهبية. وفي الواقع هذا الأمر راهو يصرى بزاف حتى خارج يعني تخصص الطب. هذا الأمر راهو شائع بين الشباب في المناطق الداخلية، وين يفضلوا يروحوا يخدموا في المدن الشمالية وما يريحوش في مناطقهم الداخلية على جل هذا التفاوت. يعني الجزائر دركا فيها زوج أنواع من الهجرة للشباب عموما: هجرة من الجزائر نحو أوروبا، وهجرة من المدن الداخلية نحو المدن الكبيرة، أو نقدر نقولوا الهجرة من الجنوب نحو الشمال. ولذلك مشكلة الطب هي جزء من المشكل الكبير تاع النزوح أو الهجرة من الجنوب للشمال. والحل يكمن يعني في تحسين جودة الحياة في المناطق الداخلية عن طريق تحسين التنمية، وهذا يتطلب حلول ومنها اللي هضرنا عليها في فيديو أزمة السكن إذا حبيتوا تروحوا تشوفوه. وبهذا إن شاء الله نكون كملنا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.